كنحيي مشاهدي ومتتبعي قناة شوات وردة من جديد في هذا الفيديو جديد، وغادي نقول لكم بصحة فطوركم. شاركت معكم اليوم مائدة الإفطار، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتكملوا الفيديو حتى الأخير. كما كتشاهدوا معايا، هذه هي مائدة الإفطار اللي شاركتها معكم اليوم. سيدة المائدة المغربية في رمضان هي الحريرة اللي كتكون بالحامض، نعصروا عليها الحامض وكتكون رائعة وما كناش نستغناو عليها. ضروري ما خاصنا نحضروها وتكون في مائدة الإفطار المغربية. والى جانب الحريرة المغربية غادي تشاهدوا معايا التمر اللي هو اساسي ومهم عند الافطار. قبل كل شيء هو التمر، يعني ناكل التمر قبل اي شيء. التمر هو الاساسي وفي البداية. بما ان احنا في شهر رمضان هو شهر الصيام، الكل كيعرف بأن الصيام عنده فوائد كثيرة على جميع أجهزة الجسم، بحيث يقوم بتجديد أنشطة هذه الأجهزة والأعضاء، ويخلص الجسم من الفضلات المتراكمة، ويحسن دهون الدم، ويخلص من الوزن الزائد، ويوفر فرصة حقيقية للمدخنين بالإقلاع عن التدخين، ويعطي الصائم شعورا بالراحة النفسية والطمأنينة، ويوفر له ارتقاء روحيا ونفسيا وتوازنا فيزيولوجيا متكاملا. فأثناء الصيام فالجسم يمر أولا بمرحلة التأقلم التي تدوم 10 أيام، وهي الأصعب لأن جسمنا يتعين عليه قبول هذا النظام الصارم، وهكذا يكون ممكنا فقدان الوزن، لأن الكبد وباقي الأعضاء التي تزود جسمنا بالسكر تقوم بجهد مضاعف، وهو ما يكون سببا في استعمال الدهون، وهذه فرصة لتنقية وتصفية الجسم من السموم وما هو غير سليم. وعقب تجاوز 10 الأيام الأولى من رمضان ندخل في مرحلة التوازن، وهو ما يعني أن جسمنا بدأ يتأقلم مع الوضع الجديد بفضل مخزونه من الدهون الإضافية أو غير اللازمة التي سيتخلص منها، وهي فرصة مواتية للتخفيف من الوزن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد. وبخصوص التعامل مع الأغذية، ينصح بالشعور في الإفطار بشرب الماء وتناول التمور لترطيب الجسم ورفع نسبة السكريات، وانتظار 10 دقائق لإعطاء المعدة الوقت للاستعداد. وهكذا يمكن البدء في تناول وجبة الإفطار دون الإفراط في الأكل لتفادي عسر الهضم، ولا بد من تجنب التعاطي بكثرة السكريات والحلويات كالشبكية والسلو وغيرهم، والمقليات أيضا. كما أن هذه الوجبة من الضروري أن تكون متوفرة على الألياف الموجودة في الدقيق الكامل والبقوليات والخضروات، خاصة ذات الأوراق الخضراء، باعتبارها تتوفر على مادة الحديد، والفواكه بقشرتها، والفواكه الجافة خاصة المشمش، البرقوق والتين واللوز. ولتفادي الإمساك الذي يتكاثر خلال رمضان، فإن وجبة العشاء يجب أن تتناول ساعتين من بعد الإفطار. كما أن السحور يمكن أساسيا، لأنه أول احتياط يتم اعتماده من قبل الجسم خلال فترة الصباح، ويكون من الجيد خلاله تناول التمور ومشتقات الحليب، إضافة إلى ملعقة من زيت الزيتون قبل النوم لتسهيل عمل المعدة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك. نصائح: الأكل ببطء وهدوء، توزيع الأغذية على 3 مراحل خلال الليل، الماء أساسي ويجب شرب كميات مهمة منه على الأقل كأس كل ساعتين، تفادي شرب السوائل الباردة جدا أو الساخنة جدا عند الشروع في وجبة الإفطار، مع تجنب استهلاك الكثير من التوابل خاصة عند وجبة السحور. اعتماد نمط غذائي سليم خلال هذه الأيام يجب أن يكون نموذجا لنا بالنسبة لبقية أيام السنة. المأكولات التي تستهلكها يجب أن تكون متوازنة مع مأكولات من كل مجموعة من قبيل الفواكه والخضروات واللحوم، خاصة البيضاء كالدجاج والأسماك، الخبز أو الحبوب الكاملة والمنتجات الحليبية. البقاء حيويا خاصة خلال الصباح لتمكين الجسم
الجسم من استعمال احتياطه من الدهون، ممارسة الرياضة مثل المشي أو ركوب الدراجة الهوائية قبيل الإفطار، مع الحرص على عدم بذل مجهود كبير خاصة خلال الأيام الأولى من رمضان، حيث يكون الجسم غير متأقلم مع الصباح. وبهذه المعلومات والنصائح المهمة لشهر رمضان الكريم ومع التغذية في شهر رمضان الكريم، كنتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم. وإلا عجبكم ديروا لي جيم وبارطاجيو رابط القناة المواقع الاجتماعية لتعم الفائدة على الجميع، وهذا فضلا وليس أمرا. وإن كنتم من زوار قناة شيوات وردة فالمرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد، وأيضا هذا فضلا وليس أمرا. كنشكر جميع مشاهدي قناة شيوات وردة اللي كيخليو لي تعليقات زوينة وكيشجعوني من خلالها على الاستمرارية وعلى إعطاء المزيد من الوصفات والشيوات الرائعة والمتنوعة. ومن هنا كنقول لكم استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ويتجدد لقائي بكم في فيديو جديد إن شاء الله. انتظروني على قناتي شيوات وردة، فهناك الجديد وهناك المزيد من الشيوات والوصفات الرائعة. إلى اللقاء.